السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معنا مع عالم شومية. ان شاء الله دائما الفيديو تاعي يلقاكم كل صحة، دائما تكونوا فرحانين وهنيين وتستقبلوا نهاركم بكل طاقة ايجابية وتفاؤل. اليوم حبوباتي راح نحكي شوية، راح نشارك معكم روتين يعني لهذا اليوم، وراح نحكي شوية على واحد الموضوع يعني موضوع كما قلت لكم مهم جدا، يعني كامل راح يهمنا هذا الموضوع. واكيد راح كما تعرفوا ما كانش اللي ما يتاثرش بكلام الناس، يعني كاين ناس كيعودوا يحكيو لازم كاين اللي يقيسك متعمد وكاين اللي يقيسك لا ارادي، يعني ما يعرفش يتحكم في كلامه. يعني تكوني جالسة يعني في مجموعة عادي، تكون عندك حاجة سواء مثل واحدة ما تأخرت في الإنجاب ولا في الزواج، ولا مهم مكاتب ربي تلقي وحده لازم يجبدوا الموضوع هذاك، يعني يجبدوا هذاك الموضوع اللي يقيسوا الشخص هذاك. يعني كاين ناس لا اراديين يعني يحبوا يحكوا ولا ربي في الزواج، يعني اجللها ربي في الزواج. انا ما نعلمش يعني وانت ما تعلمش، بصح ربي بالك فيها خير. كاين ناس اجللهم ربي في الاولاد، يعني ما جابوش بكري. انا ما نعلمش يعني يا ربي سبحانه مادام أجل حاجة ولا كتب لك حاجة غير فيها حكمة ما يعلم بها غير ربي سبحانه. كاين ناس ضعاف الشخصية، ناس ضعاف في مخهم، يعني ما يعرفوش يتصرفوا في كلامهم، يحبوا يتعمدوا ويقيسوا هذاك الشخص سواء في مجالس ولا يكره. هذوك من الناس يكرهوا يتجمعوا في التجمعات غير ما يتقاسوش يعني بالكلام الناس الجارح. كما قلنا الناس هذه اللي قادرة تكون متعمدة تقيس، يعني قادرة تكون متعمدة تقيس هذاك الشخص، ولا كاين ناس لا إراديين، كاين ناس لا لوم عليهم، يعني طريقة الكلام تاعهم قادرة تكون من الضغوطات يولي يهدر بك ما يوزنش هدرته، يعني قادر يكون بسبب انه هو بعد في ظروف. تلقى هذو من الناس مساكن يعني يتقاسوا من الكلام، يتفردوا وحدهم، يقعدوا وحدهم، يقولك انه انا نقعد وحدي ولا اني نتقاس، يعني مهما تقولي اني قويه ومهما اني ما نتاثرش بالكلام بالعكس كي تعود بالاخص هذا اللي الابتلاء اللي عندك سواء مرض ولا لانه ناس والله تحكي حتى على المرض، يعني تقيسك حتى بالمرض. فلانة ولدها مريض والله يا ربي يخرج فيها، تقولها لك نورمال. والله ربي ويسلك. كاين ناس تتعمد تقيسك توصلها لقد يعني شتيتي ولا ما شتيتيش، ولا كاين ناس تهدرها كما نقولوا على النية بصح تقيسك، لانه كل انسان وعنده ظروف يعلم بها غير ربي. يعني والله يا مهما كاين ناس تبين الضحكه وهيك بصح ما تعلموش وش كاين في قلوبها، بالاخص الناس اللي عندهم مرضى في الدار، الناس اللي عندهم كل واحد ويعلم يعني للبيوت اسرار، واحد ما يدري وش كاين هذاك الانسان وش مخبي. وش يديروا هذو من الناس مساكن انهم يتفردوا، يعني يقعدوا وحدهم، يعني الاحسن انهم يقعدوا وحدهم، يتجنبوا الناس اللي كيما هكا. بالاخص كي تعود عندهم مثال وحده طلقت كي يقعدوا لازم يجبدوا لها على سبب وعلاه وش السبب وعلاه تحوسوا عليها. هي بالك عندها ظرف، بالك عندها مش حابه تجبد، لا هما لازم يدخلوا ولازم يهدروا فلانه ما باليش، المهم لازم يقيسوها. لهذا والله وصلت بينا انه الناس تلقى الواحد يقول نقعد وحدي، بالاخص الفامي نقعد وحدي وما نخلطش الناس اللي كيما هكا، يعني نلقى راحتي وحدي. يعني لهذا شوفوا خاوتي كما راكم تشوفوا العائلات ولات ما تخرجش لبعضها، تلقى حتى الخلطه ولات تلقي روحك حتى كي تخالطي ناس نفسيتك تتعب، سواء انك تجلسيهم يعني يا يحكوا في فلان يا يهدروا في فلان يا يضحكوا في فلان، مام حتى كي تقعدي معهم نفسيتك تتعب، تقولي انا نقعد وحدي. مام كي تكوني وحدك يعني ولا العائله يعني في الدار، ولا حتى كاين ناس يعني ما شاء الله حتى كي تقعدي معهم الكلام تاعهم تقولي غير نقعد معاهم، تقولي غير تقولي وقتها غير نكون مع فلانه، وقتها نعيط لها مام تتوحشيها نهضر معاها تنحي لي على بالي. يهضروا الكلمات جواهر ما شاء الله، يهضروا الكلمات في الدين، كلمات نصائح تنحي على البال، يعني تحسيها راحة سبحان الله. وكاين الناس حتى المجالس تاعهم سبحان الله والله تتعبي معاهم، تقعدي معاهم مام حتى كان ما قاسوكش بالهضرة يجبدوا لك غير فلانة دارت وفلان. مهم لازم يجدوا في أعراض الناس، لازم يجدوا في ضحك على الناس، لازم هيك تقولي نقعد وحدي
ولا اني نخالط الناس اللي كيما هكا. على هكا وصلنا يعني سبحان الله. العائلات راك تشوفوا العائلات تقول انا والله حتى السلام ولا يتفقدوا بعضهم غير بالهاتف. يعني سبحان الله وصلنا الوقت واحد ما يخرج عند واحد غير بسبب سبحان الله. وكاين واحد تقول لك لا اي فلانه هزت روحها عليا علاه ما تجينيش وعلاه ما تجينيش، لا اي متكبره، لا اي هذه ما تصله الرحم ما هيك. صح لو كان تدري الكلمات اللي تخرج من فمها. انا بالك الانسانه هذه قاعده تخسر في الناس وهي ما بالهاش. بالك كل ما تتجمع مع انسان تهدر قادر كما قلنا من نوع هذيك اللي تقولك انا صريحه. كاين ناس تقولك انا صريحه واحد ما يحملني، لا ماشي صراحه. صراحة عندها حد. صريحة أنت مثال صريحة في روحك. مثال أنا صريحة والله هذيك الحاجة تحكي حاجة حق على روحك تسمى صراحة. بصح باش تقيسي إنسان ولا تبقي تدخلي في تفاصيل الناس وتتهك وتتعمقي ولازم تقيسي إنسان ولازم تسقسي هذا ماشي صراحة. هذه ما هيش صراحة. هذه ماشي صراحة وراح تقعدي وحدك بالعقلية هذه. يعني الإنسان لازم يقعد كما نقولوا يعرف وش يخرج من فمه بكل. بسبب اللسان راه واحد ما بقى يشم فيه واحد، يعني واحد ما بقى يشوف في خوه. لهذا لازم نعرفوا وش نخرج من فمنا. كاين صح بعض الحالات تقولي انا ننصح ونية ونحب ننصح وما يحبونيش. معليش نصيحة معليش كاين ناس صح حتى طريقة يمدوا نصيحة لحسن النية. يعني حسن النية مثال تجي الوحدة طفلة صغيرة ولا كبيرة تقولها هذه الحاجة ماذا بيك تبدليها، سواء كطريقة كلامك ولا ضحكة تاعك ولا المهم هذيك تتنشع. بالأخص كي هذيك توصل النصيحة ما تعرفش كيفاه توصلها. مثل تجيبها لها في مجموعة ولا قدام الناس ولا تضرها لها هكاكا كلي بنشعة يعني بصوت عالي والكلي قاعدة تنشع فيها يعني تبخص فيها. هذيك حاجة بينها راح تتقلق وراح تقول بلي قصتني بالهضرة. بصح أنا لو كان نعرف كيفاه نخرجها، لو كان ننصحها نجيها يعني بيني بينها، يعني حبيتي تمدي نصيحة بينك بينها أختي من فضلك حبيت نقول لك حاجة وما تتقلقيش مني، أنني أختك وماذا بيا تسمعها مني وما تسمعش واحدة خلاف يعني وبيني وبينك. يعني أنا مش راح نحكي بيك، عارفي كيفاه توصلي لها. يعني أنت وش راح تقولها هذه الحاجة ماذا بيك تبدليها. مام حتى لو كان إنسانة حساسة وما تحبش لي ينصحها بس احكي تجيها بالأسلوب هذا، يعني أسلوب يعني طريقة تلعب دور يا أخوتي. هذيك وحدها راح تقول أنت تقنعها بكلامك طريقة النصيحة تاعك، عارفي كيفاه تجبديها هي وحدها تتقنع وتروح تبدل وتغير وعادي خلاه مرة خلاف زيد تجي تقول لك وش رايك في هذيك الحاجة مليحة هكا يعني اسكو تعدلت ولا لا وترتاح لك وزيد تجيك تحسك انت الراحة تاعها. وبالاخص لما كي تنصحها ما تبقيش تقولي انا اللي كون ما جيتش انا وما ولهتهاش وما فلانة وما تهدريش بينك بينها. خليها تثق فيك، خليها ترتاح لك وكما نقولوا باش يوصل اجر يعني انك نصحتي انسان والنصيحة يعني توصل حتى عند ربي سبحانه، يعني انك قدرتي تغيري من انسان حاجة خلاف. بالنسبة للناس اللي كيعودوا في مجموعة كما قلنا ويهدروا، كاين ناس كما قلنا يحبوا زعما ينصحوا يجيبوها بطريقة ولا يحبوا كلي لاحظت حاجة فيك يعني ما عجبتهاش وحابة توصلها قدام الناس. يعني فلانة والله يا الهدرة تاعك هذه غير بدليها، والله هي عادي هي نورمال تهدرها قدام الناس وبالك النية تاعها حابة قد توله الناس فيك ولا تضحكهم عليك. أنا صح تغيرني روحي. أول حاجة كما يقولك نصيحة أمام الناس فضيحة. يعني اللي يحب ينصحك بينك وبينه يعني بيناتهم كما قلنا مرة الأولى كيفاه وبكي ننصحها ما نبقاش نحكي بها. بصح أنا كي تجي واحدة وتقول لي فيها قدام الناس كيما هيك أنا أول حاجة نتفاديها يعني هذه يعني هي طريقة من جهة أخرى نشوف الأشياء بالك صح الحاجة هذيك فيا ديفو في حاجة هذيك بالك نقدر نبدلها بس كي تعود أنا على بالي بالحاجة هذيك مليحة
وهي حابة زيد تهبط مني ولا تضعف مني والو. مثال تقول لك شفاتك لاباس عليك الكمال لربي سبحانه، يعني ما كاش انسان فوق الارض كامل، الكمال لربي سبحانه. بالك هي كي شفاتك ولا غايرة ولا حسيتها هكا غيرة كما نقولوا ولا كره، حبت يعني تقولك بلي هذيك الحاجة ناقصة فيك، كلي دير لك شك في روحك، كلي تولي انت صح عندها حق، تولي انت من كنتي تلبسي مليح تولي ما تلبسيش مليح، من كنتي تهضري بها تبدلي بالطريقه تاعها. يعني حتى كي تجي تبدلي حاجه مشي تاع شخصيتك مشي تاعك راح باينه، راح تفزد الانسان ماذا به يكون على طبيعته. هي وش انا كي نعود عبالي بشخصيتي وعبالي بطريقتي ومقتنعه بها، ما تجيش هذيك تقنعني. بالاخص كي نعود نعرف الانسان هذيك النيه تاعها كيفاه، لانه كل انسان واضح. يعني انا كل كان تجيني وحده النوع الاول اللي قلت لكم تاع النصيحه اللي تجيني تقولي عندك هكا وبيناتنا هذيك باينه خلاه، شتي حتى كون تقول لي حاجه باينه خلاه باللي انسانه حبت لي الخير. بصح النوع هذاك حتى لو كان تقول لي الحاجه ذيك فيك يعني قاعد لها انا نشك، نقول هذه طفله غيره، بالك لبس عليا، بالك هيك كي تعود عبالي بها غلطه انا نصلحها، كي تعود عبالي بها معدوله كنت موت لا نبدلها ولا نغير روحي على جالها، وما نبدل شخصيتي ولا اصلي، ما نبدلش روحي حتى على جال واحده. انا نعود اول حاجه لازم تكون الثقه في النفس. كي يلقوكي انتية انسانه ما عندكش ثقه في نفسك، بالاخص الناس اللي يحبوا يستفزوا ويحبوا الغيرين، يعني نوع هذا تاع الغيره وكاين ياسر، وبالاخص في الفامي يعني بكثره صحبات كاين وكاين صراحه، كاين المليح والمش مليح في كل دار. المهم كاين مثال تحبك، مثال تشوفك لابسه لابس عليك تقول لك الحاجه ذيك مش مليحه ولا هكا، تولي انت دير لك النفس شك في روحك، تولي انت عندها حق. كل ما تديري حاجه تقول لك زيد عندها حق، تلقاكي متاثره بكلامها، تلقاك متاثره بكلامها سيبو تخرط عليك، يعني توالف تلقاها هي سيبو. كل ما تلقاكي لابسه مليح وعادله مليح زيد تهبطك، لازم تخليكي ضعيفه حتى لو كان تكوني باللبسه هذيك وتبقى هيك نفسيتك تعبانه، تقولي يا ماشي مليحه راي فلانه تشوف راي، تولي سلبيه في راسك يعني، وهذا الهدف تاعها. ثاني حاجه كي تعود عندي انا شكون الناس هذوما اللي يطيشوا من فمهم بلا ما يوزنون، والله يا خاوتي يضحكوا على المرض، يضحكوا على حوايج من عند ربي، مكاتب ربي يضحكوا عليها. فلانه ما تزوجتش، فلانه على هالدرك ما تناطش، كيفاه راجلها صابر معاها، يا ذيك والله ولادها كل مرضى، سبحان ربي يسلك. كيما هيك يحكوها حتى في وجهك وما يحبسوش يفهموا. ولا تقول لك ايه وربي يخلص، والله عبالها بولدها مريض ويعلم بها ربي، تقولها او اللي ضحكوا على اخويا وربي يخلص. علاه يخلص؟ علاه نضحك على ابتلاء ربي سبحانه؟ علاه فلانة ما تزوجتش هي مليحة، والله باباها كان يضحك على بنات. علاه باباها بينك بين باباها وهي وش دخلها؟ علاه تضحكي وتجيبها لك في وجهك، او علاه ما تزوجتيش؟ وش بقالك وما باليش؟ المهم يا اختي وش دخلك فيا؟ انا راضيه بروحي، عبالي بروحي، انا ربي سبحانه، انا ثقه في ربي، ما دام ربي اخر لي حاجه الحكمه، انا عبالي بروحي والحمد لله. انا ما نشوفش في الزواج مشروع، جاء الحمد لله، ما جاش الحمد لله، يعني مانيش قلقه من مكاتب ربي، راضيه بحاجتي. لازم هما يعطوك يشتي، كل ما تتجمعي معهم لازم يعطوك هدره سبحان الله ما نحكي لكمش، لدرجه يحبوا يفشلوك ساعات، والله كلمات مهما تقولي ما نفشلش وما نضافش والله يبكوك وتحل في تقولي لا نقعد في المجموعه تاعهم، ومن بعد كي تجبدي روحك تقولك لا اي مغروره، لا اي معقده. بالعكس انا كي نكون معاكم نتعقد من الكلمات تاعكم هذوك، بسكو على ناس معقدين في مخاخكم، ولي صاحبكم يولي زيكم. انا نعرف شكون نخالط، انا نعرف شكون نصاحب،
انا ماذا بيا نتخالط للناس اللي كيفي، الناس اللي يعرفوا وش يخرجوا. انا نوزن هدرتي هي توزن هدرتها. يا اختي نقعد وحدي وما نصاحبش الناس اللي يحبوا يفشلوني، وزيد كي يلقوا حاجه خلاف، كي يلقوك ضعيفه الشخصيه، يعني اي كلام ياثر فيك يخرطوا عليك، يعني لازم يوصلوا لك الهدره، ولازم يقيسوك، ولازم يعودوها في كل ما تقعدي معهم تقعدي. بصح نهار اللي تجبدي روحك منهم وتندميهم ولا بيني لهم العكس باللي كي تهدر من تخرج من، يعني ما عندكم ما تقضوا فيا. بسكو ايماني بربي كبير، انا على بالي، انا ثقه في ربي سبحانه، انا راضيه بحاجه ربي، لكن انتي درتيها لي سبب انك تضحكي على حاجه ربي. هكذا الناس يتعمدوا ويقيسوك، ولا اله الا الله. بصح انتي ما لازمش تضعفي قدام، اعرفي مع من تقعدي. كاين ناس ما شاء الله كما قلنا، خالط الناس المثقفه، الناس الواعيه، الناس اللي تعرف واش تخرج من فمها. ولا اقعدي وحدك، كي تعود نقعد وحدي انا، يا نشوف كلامها اللي كيعود قادره نغير في روحي بسبب الضحكه تاعها هذيك ولا الاستهزاء تاعها، نغير للاحسن. كي نعود عبالي بروحي يا اختي كلامها يدخل من وذن هذه يخرج من هذه، يعني ما عندها ما تقضي لي، لان هذاك الكلام يعكس شخصيه الانسان اللي قاعد يحكي. باينه هي ضعيفه، هي متفرغه بالناس وما راح تطلع، مهما تطلع المخ تاعها راح يخليها في دائره مغلوقه، ما عندها وين توصل بالمخ هذاك. واكيد ولادها راح يكونوا مثلها. وكي تحب مثال تحكي لك حكايه مثال وتخليكي انت تحكي، يعني مثال كما نقولوا كلام هيك يجرحك وتستنى منك ردة فعل، يعني باش تحكم عليك. يعني انتي قولي لها ابقي، قولي هي فرات، ما تواصليش معاها النقاش، هي تمد وانت والو، هي تحب تقلقك، هي متعمده انها تخليكي تخرجي الغضب تاعك، انتي والو. كوني غير تسمعي وربحي، يعني قولي ايه فوتي عادي ومتحبيش، واضحكي عادي واحكي عادي، متبيني لهاش خلاه باللي راكي ولو كانت اثرتي بالكلام. عبالي بليك كلمات سبحان الله، والله يا اخواتي لو كان تفوت، ولو كان هذه المرة دير براكي ألف خير في خير، كل أبسط حاجة راح تتفكري ذاك الكلام عن تجربة. الكلام الجارح يبقى على طول العمر يبقى، بالأخص الناس اللي تكوني قريبة ليهم وتحبيهم، يعني مهما وش يديروا فيك، يعني كي يقيسوك بالكلام، مهما وش يديروا فيك براها، لو كان يديروا الخير ويديروا فيك مهما وش نحكي لك، قادر عادي يعني تسامحي، بصح الكلام والله ما تنسايه. لهذا الوقت اللي يحكي لك كلام يجرحك في مجموعة ولا تكون معك ولا في وحدكم ولا حاجة، حاولي ما تعطيهاش ردة فعل باللي تقصدي، حاولي تعطيها كلي الهدرة هذه هدرة عادية. لكن أنا نقدر نرجع عادي، ما نخليش في قلبي، بس أنا باش نخبي على جالها ما نخبيش عادي، نرجع لها كما حابة، بصح باش نبين لها باللي تقصت ما نبينلهاش وما نقيسهاش. لأن المرأة اللي تعود شخصيتها قوية، المرأة شخصيتها قوية، يعني القوية الشخصية والله ما يقدروا عليها، بالأخص هذوم الناس الفارغة اللي المخهم الفارغين وغير لسان يعني يجيب ربي.
هذو كلها ما يقضوا لها، بالاخص كما قلت كما تعطيش ردة فعل، يعني تبين لهم باللي راني قادرة بضحكة باستهزاء، حتى هذيك تضحك وهذيك تجيبها لها باستهزاء اكثر، يعني كي تهدري كي تقعدي. لان المرأة القوية هي اللي تقدر تعيش وواحد ما يقدر عليها. لهذا لازم حبوباتي، لازم انا تكون شخصيتي قوية ونخدم به تكون شخصيتي قوية وما نضعفش، لانه ناس هادم ما نضعفش على جال كلمات لا معنى لها، لانك انت لازم تعرفي روحك وتثقي في روحك، وانت شكون وهما شكون. اعرفي روحك باللي الكمال الرب سبحانه، مكانش انسان على الارض كامل، ومهما هي تحكي بالك عندها نقصات وعندك مميزات عليها هي، بالك هي اضعف منك، بالك الضعف هذاك اللي فيها على هيك تولي تطيش الهدرات هيك تقولك كاش ما تتقاس. كما قلنا لازم انايا نعمل على شخصيتي باش نقويها، وباه انايا ما نتاثرش بالكلمات الناس الفارغه، لاني انايا لما صح قلنا كلمات توجع بصح انايا لازم نحط في راسي باش ما نخليهاش توجعني، نقعد مع روحي ونحكي مع روحي بعيد عليهم كامل، سواء قبل النوم، ومن الأحسن قبل النوم دائما نقعد مع روحي ونحكي مع روحي داخليا، أنا وش قدرت نحقق، وش قدرت نغير من روحي، وش التغيرات اللي درتها في حياتي. مادام قدرت نغير حوايج ونحسن من حوايج في حياتي بلي أنا قوية وقادرة. لكان نحكوا على أشياء ربي سبحانه اللي كتبها هذيك، والله يعني إنسان لازم يرضى بحاجة ربي. والله كاين دائما نشوف أنايا مثال، أنايا سواء في الزواج ولا في ولا مرض ولا واحدة ولدها مريض، ولا واحدة تأخير الإنجاب، يعني والله كاين ناس يقيسوك في أبسط أشياء. يعني أنا قاعدة نحكي ومهما وش يكون كاين الأكثر، يعني دائما أنا نقارن روحي بالناس اللي أكثر، نقارن روحي بالناس المرضى، نقارن روحي بالناس اللي مساكن اللي أكثر من حالتي. وأكيد كل إنسان حسب الحالة تاعو كاين اللي أكثر منه، دائما نشكر ربي، دائما نشكر ربي على التغيرات اللي في حياتي، نشكر ربي على نعمة الصحة اللي عندي، نشكر ربي على نعمة العقل اللي عندي. أنا أعطاني عقل على الناس هذيك اللي تحكي، بس كل كان جا عندها عقل يعرفوا واش يخرجوا من فمهم. أنا أعطاني ربي نعم، إني مسلمة، إني مصلية، إني صبورة، إني نقدر نتحمل ولازم نتحمل. أعطانا ربي نور بين يدينا اللي هو القرآن. لو كان أنا كل ما نقلق ولا واحد يقيسني نروح نقرأ وندعي دعاء، كثروا من الدعاء يا أخواتي، كثروا من الدعاء. الصيام يعني عنا 2 خميس، يعني صوموا، ادعوا، قيام الليل. أظن والله ما كانش باب كما باب ربي سبحانه، صدقوني. دائما نفخمم انايا، أنا الحمد لله أنا إنسانة مسلمة، بصح الإسلام مغير فيا، يعني أنايا في حوايج خير. لو كان جيت لأني أنايا كي قريت القرآن ولا صليت ولا هيك تبعت، أنا ما قستش إنسان باش نندم، أنا ما جرحتش إنسان باش نندم، أنا ما دخلتش في خصوصيات الناس، أنا ما كليتش أعراض الناس ولا تكلمت في الغيب على الإنسان باش نندم. أنا كي نرقد مرتاحة، ومهما تأجيلات اللي عندي، يعني أجل لي ربي في حوايج بزاف، عندي ثقة أنها راح تجيني، لأني علاه أنا متبعة طريقي صحيح، يعني وربي يقدرنا ويهدينا، يعني مهما وش يكون الإنسان كاين نقصات، يعني بصح الحمد لله
انا مشني مثل الناس هذول اللي طيشوا في كلامهم، اللي يقيسوا في الناس. يعني اصعب حاجه انك تقيسي انسان وتظلمي انسان ويبات انسان مظلوم يبكي. اصعب حاجه تخلي انسان مظلوم يبكي ويدعي لك. اصعب حاجه. ساعات دايما نقول انا نكون مظلومه ما نكونش ظالمه، لانه الظالم والله طول تقصر راح يخلص. بالاخص كي نعود انا المظلومه، يعني دعوه المظلوم مستجابه. تخيلي انسان مظلوم يدعي على ظالم، يعني مش من عقاب هذا، ما كانش عقاب قد ما ذي. يعني كلمه حسبي الله ونعم الوكيل اللي يهدرها المظلوم وحدها، ما بالك. انا الحمد لله نرقد مرتاحه لاني عندي عقل، نعرف نخمم. بصح الانسان هذيك اللي قاستني ما تعرفش تخمم. يعني انا عندي مميزات عليها، هي ناقصه، هي مشي كامله، تضحك عليا انا. ويجي نهار هي راح تتقاس اكثر منك. دائما نحكي مع روحي وما نخلي حتى انسان ياثر فيا، لان الشخصيه القويه القادره تتغلب وتوصل. لانه صراحه مهما وين تروحي راح تلقي ناس اللي يهدروا، وكما قلنا طريقه التفكير قلت لك اللبسه ما خرجتش يا اختي، نلبس على قدي، نلبس على قد وش عندي، ندير وش نحب انايا. لانه ربي كما قلنا يختبر الانسان اللي يعطاها النعمه واللي ما عطاهش النعمه. انا وحده اعطاها ربي نعمه عن تجربه، واحده اعطاها ربي اشياء عليا وضحكت عليا على الاشياء اللي عطاها واللي ما عطانيش. صدقوني والله رانا كيف وهي قست بالكلام تاع ضحك. والله اليوم رانا كيف لانها ما عرفتش النعمه اللي عطاها لها ربي، ولكن انا يعطاني نعم عليها. بصح انا ما نقيسش، انا النعمه هذه نعرف كيف نعرف لها قيمتها. انا جامي نذكر اشياء عطاهم لي ربي قدام انسان ما عندوش، ونقول انا هذيك الحاجه هيك، ولا نهضر عليها قدام انسان ما عندوش. قادر يتقاس، قادر نقيسه. وحده اعطاها ربي اولاد، انا ولدي كبر ولا راجل قدام وحده ما عندهاش الاولاد، ما نحكيش. قادر انت باللحظه هذه راكي تخسري في ولدك وما على بالكش. قادر الانسانه هذه كامته انها باللي انت قاعده تسمعي فيها وكامته الداخل في قلبها ومشي حابه تبين وتضحك معاك رغم الالم اللي في قلبها. بصح من بعد كي تروح يعني تتفارقوا راح تولي تبكي وتولي تدعي عليك وتخسري ولدك، سواء بالمرض ولا الله لا يقدر بالوفاة. لهذا نقولوا اللي يعطاه ربي نعمة يعرف لها قيمتها، واللي ما عطاهش ربي نعمة يطلب ويصبر. وأكيد الصبر هو النعمة الكبيرة اللي ربي سبحانه يجازي بها الصابرين. يعني إنسان اللي يصبر وربي يجازيه. ودائما أنا نقول الحمد لله على القليل الكبير، الحمد لله. جامي أشياء ما عنديش، أشياء عندي، نقول الحمد لله ونرضى بقضاء ربي سبحانه. أكيد الموضوع هذا كما قلنا حبوباتي راح يقيس الناس بزاف، لأنها هذه منتشرة جدا في وقتنا هذا منتشرة جدا لدرجة الناس يعني جايبتها كما نقولوا بينها بالراحة وتحب غير تفرغ قلبها، ما تلقاش اللي يسمعها. حتى لو كان سمعها واحد الوقت أنا والله ما يتامن يعني إنك تحكي لوحدة وتفرغي قلبها وتقول لك فلانة قاستني، تروح تديها لها وتزيد فيها بزاف. سبحان الله يا ربي يقدر الخير. لكن أنا يركز ونعود باللي أنا ما لازمش نضعف قدام كلمات الناس.
كاين الناس اللي تقصد تأذيك، وكاين الناس اللي عن قصد يعني نيتها. كاين ناس كما قلنا عندها ظروف، عندها مرض في الدار، عندها ناس مرضى تخمم عليهم هكا، حتى كي تروح تخرج والله تحكي وعقلها ما هو معاها، تحكي وعقلها ماوش معاها، تحكي حكاية وعقلها في بلاصه خلاف، مركزه في حاجه في الدار، تقول لنا اني خارجه نحي على بالي مع نقصر مع الفامي، اني راح عند فلانه نقصر معها، والله معاها وعقلها مسكينه يعلم بها ربي. تولي تحكي برك، تولي هدرتها بلا مش موزونه، مخ حاسبه مسكينه مقفول، مش موزونه، وهذيك مسكينه يحطوا عليها الحق، فلانه قالت، فلانه والله جات وقاستني. لهذا دائما لازم نديروا مبرر دائما باش ما نتقاسش. بالك فلانه عندها ضغط، بالك هيك. انا كي نعود على بالي بها انسانه شره نعرف الانسانه هذيك بلي مالفه تقيسني ومالفه متعمده ومالفه تعايرني ومالفه هيك، نعرفها. كي تعود انسانه باينه ظروف الدار ونعرف بلي عندها ظروف، ندير لها مبررات، بالك عندها اسباب، بالك هكا بالك هيك. كل واحد اللي البيوت أسرار يعني، كل واحد عنده سبب يعني، وربي يقدر الخير. دائما نقول لحبوباتي ونعاود ونقول لازم أنا نقوي شخصيتي، لازم ما نضعفش، سواء من كلام الناس، سواء من أي حاجة يعني تصرى لي في حياتي، لازم ما نضعفش، لازم ما نفشلش، لازم دائما يكون إيماني بربي قوي. سبحان الله يعني ربي أنعم علينا الصلاة، أنعم علينا الإسلام اللي راهو نعمة يعني. كاين ناس يعني كيما نقولوا احنا يرانا في نعمة كبيرة، صلاة القرآن يعني كل سورة عندها فايدتها يعني، الصور كامل ما شاء الله نور في النور يعني، سبحان الله. قيام صيام نعمة رانا فيها يعني، مكانش إنسان ما يطرقش باب ربي سبحانه يعني إلا وربي استجاب ليه يعني. سوى الدعاء كثروا من الدعاء والصبر، الصبر بفتح الفرج. ما نفشلش في النقطة واحدة، ما نضعفش عند كلام إنسان، بالعكس أنا الكلام هذاك نخليه نقطة بدايتي. أنا كل ما نتقاس، كل ما إنسان يقيسني، كل ما مجموعة تضحك عليا ولا يضحكوا عليا، أنا لازم ندير تحدي لنفسي بلي ما يفيقوش بيا حتى يلقوني فوق منهم. لازم نطلع روحي، لازم نخدم على شخصيتي، لازم نخدم على نقاط الضعف اللي عندي، لازم نقوي روحي. لو كان ما نكونش قوية ما نعيشش في وقتي هذا، والله ما نعيش. دايما نفكر الاشياء اللي اختلفت في حياتي، الاشياء الانجازات اللي درتها في حياتي، التغيرات اللي قدرت نغير من حياتي. ما نفشلش عند كلام انسان، وما نبقاش نحكم على روحي صح انايا والله هذيك الحاجة ما عنديش، عندها حق. سبحان الله هذه سنة الحياة يعني. تجي واحدة تقول لك فلانة هي غير تدخل معها ويداوها يحكوا لها على الطليق تاعها ولا على طلقتي. يا اختي ما نجبد لهاش، كاين ناس ما تحبش خصوصياتها في الزواج ولا الطلاق ولا اشياء، ولا علاه بينك وبين خوك ما تحكوش، علاه ما تهدريش مع خوك، علاه ما تحكيش مع فاميلة خوك يعني، هيك خصوصياتها. انا واش دخلني؟ لكن هدرت هي وحدها تهدر، ما هدرتش هي ما نهدرش، ما نجبدلهاش. هي تحب تجلس جايه معايا باش تجلس معايا باش ترتاح. انا كي تجيني فلانه عبالي بها مجروحه، عبالي بها محتاجه واحد ينحي عليها بالشي اللي نقدر. لو كان حتى انسانه، نفرض الانسانه هذه جات وقت قاستني، وقت انسان ظلمتني، بصح الوقت اللي تكون مجلوسه نحي عليها بالشي اللي نقدر، بصح ما نقيسهاش. نحط روحي في مكان، افرضي هذه الانسانه من الناس اللي قاسوك وتكلموا عليك قبل، ولا قاسوك بالكلام، ولا ضحكت عليك، ولا جا وقت احتاجت وجات ليك تنحي على بالك انت في اللحظة هذه راكي في اختبار بينك بين مولاك. اسكو انسانة في اللحظة هذه انت راح تحكمي على روحك، لأنك في نعمة وهي في ابتلاء. كي يجيك إنسان محتاج نصيحة كلام، اسكو في اللحظة هذه ترجعيها بقيوسة ولا مرتاحة؟
شوف اللحظة هذه واش تحطي الانسان اللي يجيك هذاك، سواء حتى لو كان قاساتك وغلطت في حقك، كي تجيك حطي روحك باللي انتي وجيتي يعني جات ليك، حاولي تنحيلها على بالها، حاولي تجبدي لها غير الاشياء، تحفزيها، تشجعيها، تعطيها كلمه تقويها، ما تفشليهاش، راهي محتاجه الكلام. في اللحظه هذه قادر الانسان راهي في درجه كبيره من الكآبه، قادر تكون ما بين الحياه والموت، قادر الضغوطات، والله الضغوطات راهي صعيبه، ضغوطات الناس، الامراض الفجأة هذه مش غير الكبير، حتى الصغار تلقي فلان مات، وش المات؟ سكتة قلبية، من ما قدر ضغوطات ما يحملوهاش، قدر تجيهم أشياء فوق طاقتهم. في اللحظة هذه تجيني إنسانة كما كاك، أنا نقويها، نحيلها على بالها، نحاول نخفف عليها ولا على قد ما نقدر، نحاول نحكي لها غير نجبد لها غير الناس اللي مثل حالتها، الناس اللي تخطاو اللي مثلها وتخطاو هذه الشدة اللي صار لها بأشياء ولو لبس عليهم، نذكر لها محاسنها، نذكر لها أنت وش عندك، أنت راكي مليحة، أنت إنسانة راكي، نذكر لها الأشياء اللي عندها اللي ما بالهاش بيها، نفكرها باللي أنت والله ما كان كيفك، أنت والله إنسانة راكي هكا ما يلقاوش كيفك، راهي أنا نزيد نطلع لها من معنوياتها، ما نفشلهاش، نخليها مرة خلاف زيد تجي تعيط لي، زيد تقول لي واش رايك، زيد نحيل على بالها. في اللحظة هذه راكي في اختبار بينك بين مولاك، اسكو إنسانة في اللحظة هذه قادر أنت خففتي على إنسان، يعني ما نذكروش أنها ظلماتك، سواء ظلماتك ولا ما ظلماتكش، في اللحظة هذه فرجتي على إنسان كان في اللحظة هذه قادر تجيك ابتلاء من عند ربي، قادر يجيك إنسان يتقاس من عائلتك وربي راح يمنه ينحي عليه هذاك الابتلاء، قادر في اللحظة هذه عاونتي إنسان وربي راح يحميك ويحفظ لك العائلة تاعك. أكيد نرجعوا للجانب، يعني كما قلنا لما نكون في مجموعة ويقيسوني، يعني أنا في اللحظة هذه كما قلنا يعني زيد نعاودها، ما نكونش يعني نعطيه ردود فعل يعني مبين له باللي راني تقلقت ولا متعصبة ولا زيد، لأنها هي كما قلنا هي قادر في اللحظة هذه حابة تخرج الغضب تاعي في اللحظة هذه، وهذا الهدف تاعهم كما قلنا، هي باش تعرفك شخصيتك ضعيفة، تعرفك بالانفعال تاعك، بصح كي تعودي قدامها كيما الحديد، يعني إنسانة قوية راح تبدي لها بضحكة، ما تبيني لهاش قلقة تاعك، بيني لها ضحكة، هي تضحك عليك حتى أنا نستهزأ بها، هي تستهزأ ولا نستهزأ، يعني مش نستهزأ زعما نقيسها. مثال قالت لي على الزواج، والدي مش قلقين مني، علاه انتي قلقة مني؟ سي نورمال، بطريقة دركا مش ما قستهاش، بصح بينت لها باللي انا مشني قلقة، سي نورمال، هكا تفهمها هي باللي هاي تحكي كي تقعد المرة الجاية والله كنت موت. في اللحظة هذه تبيني لها باللي راكي ضعيفة الشخصية، ما تقوليش زعما نرغي فيها ونعاركها وندير هكا وباش نبين لها باللي راني قوية، لا بالعكس، هكا تبيني لها باللي راكي شخصيتك ضعيفة، لأن الانفعال والعصبية هذا يبين باللي راكي ضعيفة، تخرجي غير في الصوت تاعك وفي الكلمات تاعك هكاك، بصح لكن لو كان لأن الشخصية القوية راح تواجههم كما نقولوا بهدوء، يعني تكون شخصيتك هادئة بعيدة خلاص على الانفعال والعصبية، لأنه كما قلنا ضعف الشخصية أي حاجة راح يواجهوها بموقف، كما نقولوا يواجهون أي موقف، بكي تلقاك زعما تعطيها ردة فعل تقلقي وتعاركي وهكا، يعني مش تعاركي كما نقولوا، يعني تبيني لها ردة فعل تاع واحدة متعصبت ولا هي سيبا درت إنجاز، يعني تسمع عبالها باللي ديجا كلامها أثر، بصح كي تبيني لها زعما كي تحكي كي تقعدي يعني تهدري عادي، والله نجيبها لها بضحكة نضحك عادي، سواء في الولاد ولا في أي حاجة هم ضحكين،
وراح يقيسوك لو كان مليحة مش مليحة. قادرة تكوني مثال لبس عليك ومتهنية وبدارك ولبس عليك، يعني ما عندك حتى حاجة ولازم نجيب لك حاجة. والله مهم. أنا شفت أنا هذا اللي نحكي فيه، شفت في مجموعات تقول لها إيه والله راجلك يعني قادر يزوج عليك، مش راح يتزوج، قادر يتزوج عليك. تقولها لها على بالعاني، عبالها بلي راجلها يحبها وراجلها معاها ولبس عليها، بصح تقولها إيه والله راجلك هي حابة تدير لها الشكوكات، حبتها تقلق، حبتها تدير توسويس، حبتها هكا، هذيك لبس عليها. عبال هي مرتاحة مع راجلها ما يخصها والو، بصح كي تحكي كيما هك هذه هي تهدر كيما كذاك، تحب تدير لها شكوك. هذيك تعود شخصيتها قوية، تقولها عبالي بيه، عبالها بحياتها وعبالها براجلها وثقة في راجلها عادي، ما راحش تأثر فيها. بصح كي تعود شخصيتها ضعيفة، لأنهم هما يحكوا غير الإنسان ويقيسوا غير الإنسان اللي عبالهم به ضعيف، هذيك وش راح تولي تتوسوس، تقول ديما دام هدرت يصير فيها إنها تولي تشك في راجلها، تولي تكثر عليه، تولي تسقسي بزاف، تولي تدير توسوسات باللي راح يتزوج عليها. وهذا الهدف تاعها، لأنه كيما قلنا ونعاود نقول الشخصية القوية اللي ما تتأثرش بكلام الناس. هما كي يلقوك شخصيتك قوية والله مهما يحكوا كي يقعدوا، بصح كي يلقوك ضعيفة ديري في بالك ولا كوني تلاقوا ديجا ولفتيهم، يعني راح تزيد تسمعي الهضرة قداه من مرة. بصح كي تعود شخصيتك قوية تقعدي معاهم وعادي، وتبقي معاهم في المجموعة وعادي، بالعكس يهدروا مرة زوز سيبهم. بصح لو كان ضعيفة أن يعني راح تتحتم عليك انك تبعدي عليهم، لانهم راح يزيدوا يعاودوا يقيسوك وراح يخلوكي، يعني لو كان مش كان متفاهمه مع الزوج تاعك راح يديروا لك اسباب ويخلوكي انتي تشكي في الزوج تاعك، وراح من كنتي مش راح تطلقي. على هذا نعاودها ونقولها 1000 مرة، أنا لازم نخدم على شخصيتي باش نقوي شخصيتي، ما نخليش روحي ضعيفة. الوقت هذا والله لا يرحم الناس الضعفاء ما يرحمهمش الوقت تاعنا، لأنه الوقت عقد ما نقدموه عقد ما يصعب. بالنسبة باش نقوي شخصيتي يعني بإذن الله الموضوع الجاي راح نحكي كيف نقوي شخصيتي ومنخلي حتى إنسان يأثر فيا سواء في الكلام، ولازم نعزز الثقة بالنفس ونقوي شخصيتي ونكون كما الحديد، يعني ما يأثر فيا والو سواء هدرة ولا شيء، يعني نكون على بالي بروحي، ثقة في روحي، ثقة في القضاء والقدر، يعني الأشياء اللي جاية من عند ربي لازم يعني هي من القضاء، يعني ثقة في قضاء ربي سبحانه، يعني القضاء والقدر هو سبب من أسباب تعزيز الثقة بالنفس. أوكي، لأني أنا يبش نثق في نفسي، نثق في قدراتي، نثق في إمكانياتي، نثق في الأشياء اللي قادرة أنا عليها، ونثق في قضاء ربي سبحانه. الرضا بما كتبه الله لنا هذا كامل يعتبر ثقة بالنفس. أنك تقول لي حاجة وقادرة نغيرها، نغير في الأشياء اللي أنا مقتنعة بهم، الأشياء اللي عبالي بهم وثقة في روحي باللي راهم ملاح وصحاح في حياتي، ما نغيرهمش على جال لي كومنتير تاع ناس، ما نغيرش. رضا بما كتبه الله لنا، أنا راضية بأشياء اللي أعطاها لي ربي. ربي أعطاني أشياء ما أعطاهمش لغيري، وما أعطانيش أشياء وأعطاهم لغيري، وراضية بالأشياء اللي أعطاني واللي ما أعطانيش، الحمد لله. يعتبر هذا ثقة بالنفس.
أنا ساعات كيما نقول له كلام يقيس صح، في بعض الحالات يجرح وقادر تبكي، بصح مش معناها أني نبكي نبقى ضعيفة. بعد نولي برمجة مع روحي، نحكي مع روحي، نقعد مع وحدي مع روحي. كيما قلنا كي تتحاوري مع روحك، هذا الثاني من الثقة بالنفس، لأني قادر نراجع في روحي ونعرف المليح والمش مليح. من بعد أنا ينقل مع روحي باللي هذيك حاجة ربي سبحانه، لا أنا قادرة نغيرها ولا هذيك اللي هدرت قادرة تغيرها، إلا ربي سبحانه قادر يغير كل شيء. لأنه ربي كما أعطاني، كما قادر أعطاني وما أعطانيش حوايج، قادر هي حوايج يعطيها وقادر ما يعطيهاش أشياء. يعني عندي الكمال لربي، يعني أنا لا كاملة ولا هي كاملة، وبالك عندي مميزات ما عندهاش، وبالك هي عندها مميزات وما عنديش. لهذا نحمد ربي. هذا ثاني ثقة بالنفس، والرضا بقضاء ربي سبحانه. كما قلنا لأن ضعف الشخصية أخواتي والله ما يقدروا يعيشوا في وقتنا هذا، سواء من كلام الناس ولا من صعوبات الحياة. لأنه كاين ناس يعني أبسط حاجة تأثر فيهم، مش غير كلام، أبسط حاجة تأثر فيهم. وضعف الشخصية يعني لو كان يكون عندهم وش عندهم، لو كان تكون عندهم من جانب الرزق والزواج وهنيين والأولاد وعندهم مش عندهم، صاحبها شخصيتها ضعيفة والله تيجي اللي ما عندهاش والفقيرة واللي ما عندهاش حوايج اللي عندها هي تلقاها فرحانة ومبسوطة في حياتها على الإنسانة هذيك، لأن هذيك عندها ثقة بالنفس وهذيك ما عندهاش ثقة بالنفس. تلقي هذيك فرحانة وتضحك على لقمة، يعني لقمة صغيرة، وهذيك عندها وقادرة على كل شيء، وتلقاها ترقد ما ترقدش. تلقي هذيك ترقد هانية وهذيك تلقاها حياتها كاملة تخمام، مايش راضية خلاه ما لقي عندها وش عندها ومايش راضية بالأشياء. تلقاها دائما تقول لها ما تشكرش ربي خلاه وما تحمدش ربي خلاه، ودائما تلقاها تشكي ودائما تحكي على المرض ودائما هيك، عكس هذيك اللي تلقى عندها مريض وفقيرة، يعني عندها يعني حياتها كما نقولوا يعلم بها ربي، تلقي عندها ألف حاجة يعني قادر تقلق وتلقاها تضحك، وتلقي هذيك اللي لا باس عليها، يعني أي واحد يحسدها على العيشة تاعها يعني، وتلقيها تشكي وأبسط حاجة تبكيها وأبسط كلام تتنشع منه. وكاين ناس ضعاف الشخصية هذم حتى النصيحة كما قلنا ما يتقبلوهاش، نصيحة عادية يشوفوها إنها كلمة تجرح، بيتقبلوهش. كذلك والأهم حبوباتي يعني في الجانب هذا اللي حكينا عليه، دائما أننا لازم نتحلى بالصبر. الصبر يعني الكلام الناس، يعني دائما نصبر وندير باللي الإنسان صبور هذا يعني راح يوصل بعيد بإذن الله، لأنه التعجل يعني يفقدك الثقة بالنفس. دائما الأمور يعني أنا مثال هي يعني أشياء اللي قاعدين يحكوا لي عليها فيها بالك عقد ما نصبر عقد ما راح تجيني، يعني بالك مسألة وقت وتجي هذه الأشياء. يعني أنا ما نبقاش نقول له نيئس من الأشياء، يعني مكاتب ربي، سواء في الأشياء في الشفاء اللي جاي من عند ربي ولا الأرزاق ولا مثال واحدة مثال تجري كما نقولوا على سواء في الزواج ولا في الإنجاب. وأنا لا بالك الصبر، بالك في اللحظة هذه تكون أنتي يعني ربي يختبر فيك، بالك كل حاجة عقد ما تطول عقد ما تجي أحسن. إن الله يمهل ولا يهمل. جميع الأمور يا أخواتي تحتاج يعني الوقت، وكلما تأخرت كلما كان قدومها أجمل. يعني
عندما تبني في نفسك القدرة على الصبر لن تتعجل في اتخاذ قرارات. يعني ما تتعجليش يعني، ولا تحكمي انت على روحك، ولا تقولي هساي، ولا تيأسي من حاجة، ولا لازم دائما سواء في العمل ولا تقولي انا ما وصلتنيش خدمة، ولا لا، دائما لازم تكوني قوية وقادرة وتتحملي وتفوتي الصعوبات. الإنسان اللي ما فوتش الصعوبات وما يصبرش ما راحش يوصل. لهذا دائما لازم أنا نصبر ونكون ونتفادى. بالعكس هذو من الأشياء اللي تقيسني أنا نخليها محفز باش تطلعني، بالك تحفزني باش نقوى، باش نوصل. مثال أنا كنكون نخدم على حاجة ونشوف ناس وصلت وأنا ما وصلتش. أنا قريت حياتي كاملة قراية، أنا قد عندي دبلوم في الدار وما وصلتش، وكاين قده من واحدة تخرجت ورايا كيما نقولوا أنا قريت كيما درت قده من دبلوم عندي خبرة وما خدمتش وكل ما نروح للمسؤول يقول لي يعطيني أمل أني راح نخدم، وما بعد راح يخدم بنت فلان وفلان. علاه هي كي غير خرجت، وكاين اللي ما تخرجتش أصلا وبلا نيفو وخدموهم، وأنا اللي قريت وتعبت وما خدمونيش. علاه بنت فلان وفلان؟ أنا بابا إنسان بسيط زوالي، يعني ما يقدروش يخدموا بنت فلان ويخلوا بنت فلان. يعني أنا نخدم بنت فلان اللي طالعة كل واحد وقف، يعني وقتنا باين خلاه راح يخدم لك الناس اللي طالعين وزواولة اللي محتاجين ما يلقوش حتى اللي يوقف يجنبهم. ما قريبا لك تلقى الإنسان الزوالي هذاك قاري وعنده في راسه أكثر من الإنسان اللي باباه لبس عليه وأمها الأم لبس عليها. أنا وصلت جريت العمل، يعني شاركت في قدام مسابقات، ونشوف في ناس ورايا يعني نشفع عليهم حتى نهار ولدوا يخدموا أنا ما نخدمش. لما نروح للمؤسسات التشغيل أنا نقول لهم باللي أنا يا اسكو كاين عمل، يقول لي ما كانش، في نفس الوقت تدخل واحدة يقولها كاين. صح تغيظك، يعني تتعب وتغيظك، من بعد هم يخدموا وتجيك تقولك أنا خدمت، تغيظك. لكن أنا في اللحظة هذه نصبر بالك ونصبر ونخدم حاجة بالك أنا الحاجة ديك تاعي مهما كانت بسيطة بالك أديك تطلعني لها هي، بالك قادر أنا الأشياء اللي عندي اللي كسبتهم في حياتي والمعلومات اللي عندي بالك راح تطلعني على الشخص هذاك. دائما الصبر وما نخليش كلام الناس يأثر فيا ولا المواقف تأثر فيا، بالعكس نخليها محفز تحفزني باش نوصل. الآن حبوباتي راح نعطيكم بعض التوكيدات الإيجابية لزيادة الثقة بالنفس. أنا الآن أعيش في جسم قوي وعقل متوازن. ثقتي بنفسي تزداد الآن وكل وقت. أنا أحب نفسي وأدللها وأجعلها ذات ثقة عالية وقبول عند الجميع الآن. أنا أعيش توافقا تاما مع نفسي وأتقبلها هكذا بكل رضا وحب. أنا مستعدة لتقبل نسختي الجديدة الجميلة والرائعة الآن بكل ثقة. أنا أحضن نفسي وأقدرها واستمتع لصوتي الداخلي القوي والواثق. أنا الآن أحذف كل المشاعر السلبية التي تسبب لي قلقا وتوترا. أنا الآن أستقبل كل الخير لأني أستحق ذلك بقوة. أنا أستحق القوة والثبات والكلمة المسموعة الآن وبكل سهولة. ممتنة الآن لعقلي الراجح وجسمي الجميل ونفسي الطيبة وروحي القوية. أنا منبع ثقة بالنفس وأستحق أن أكون كذلك الآن وبكل قوة. نويت التحرر من كل المعيقات التي تهز ثقتي بنفسي،
ونسفها تماما. بنفسي تجذب لي كل هذه الخيرات والتجليات في حياتي الجميلة الآن. كل الأحداث تزيد الآن في ثقتي بنفسي. شخصيتي المبدعة تعمل على زيادة ثقتي بنفسي الآن وفي كل الأوقات. أعزائي حبوباتي، هذه بعض العبارات التي تحفز إيجابيتك وتزيد في ثقتك بنفسك. اجعلها عادة، يعني دائما على الأقل مدة 21 يوم. يعني اكتبيها قبل النوم وردديها كل صباح، يعني من تنوضي في الصبح وانت على يقين تام. يعني ردديها وانت على بيقين تام أنك قوية وتمتازي بقوة الشخصية وثقة عالية وتميز. يمكنك بإضافة لهذا أن تكلمي نفسك وأنت مبتسمة، يعني تكلمي روحك، خاطبي روحك بينك وبين روحك. كما قلنا لازم تتحدثي مع روحك داخليا وأنت مبتسمة أمام المرآة. يعني روحي للمرآة، شوفي روحك وتحدثي مع روحك بكل حب، بابتسامة، بكل حب عن صفاتك الجميلة والصفات التي تنوي جعلها فيك. تكلمي بكل ثقة وابتسامة وقوة. يعني اشكري نفسك، قبليها، احضنيها، فلا داعم لك أفضل منك. يعني أمور بسيطة تغير من برمجتك، يعني تغير من البرمجة تاعك التي قد لا ترضى عليها، برمجة مدفونة في أعماقك أتت من عادات وتقاليد. يعني لكين عقلك مبرمج على تقاليد وعادات واشياء. كما قلنا مثال، انا ما نقدرش انا هيك، انتي لا، عاودي برمجة العقل تاعك انك تتحدثي مع روحك، اني تعطي صورة عليك. يعني تحدثي مع روحك عادي، خلاه اشكري روحك، اذكري مميزات روحك، اخزري للمرآة وانتي مبتسمة. لانه كما قلنا البرمجات من العادات والتقاليد هذه اللي كنا فيها قابحة. يعني قادر تكون مثال، انا ما نقدرش، انا ما نستاهلش، انا فاشله، انا غبيه، هذم كامل سمعتيها مثال في المدرسه، في البيت. يعني لانه الاباء يعني مش راح يكونوا، يعني هذا خطا، والله غالب هما حتى هم تربوا على هذه الله غالب، يعني ما يكونوش يعلموا. لو كان جاو يعلموا ماذا بهم اولادهم يخرجوا يعني ناجحين. المهم حاولي دائما، لازم نغيروا، ولازم احنا دائما نديروا هذه التمارين كما قلنا. لو كان حتى على 21 يوم يعني مليحة بزاف انك تعاودي برمجة تفكيرك للأحسن. كما قلنا اشكري روحك، اذكري محاسنك. يعني كل يوم كما قلنا هذو من العبارات اللي ذكرتهم، يعني التوكيدات هذو من لازم تذكريهم في الليل، يعني تسمعيهم في الليل، ولا اكتبيهم الأحسن في الليل تكتبيهم، وفي النهار تعاودي تكلمي روحك في المرآة وانتي مبتسمة، يعني كأنك تتحدثي مع روحك. حوايج المليحة مثال، أنا أحب نفسي أكثر فأكثر كل يوم. أنا أستحق الحب، أنا أستحق السعادة، أنا أستحق النجاح، أنا أستحق أن أتقاضى أجرا جيدا مقابل مهاراتي. أنا مدعوم في كل ما أفعله في الحياة، لدي القدرة على خلق الحياة التي أريدها. أنا جميل وذكي ومرح ومليء بالحياة. أنا شخص ناجح وسعيد، يقدر الناس عملي ووقتي وحبي. أنا أثق بنفسي، أنا محاط بنعمة وطاقة إيجابية. لا شيء يمكن أن يمنعني من تحقيق أحلامي. الناس يريدون سماع أفكاري وآرائي. أنا مثالي كما أنا، أحترم نفسي ويقدرني الآخرين. حبايباتي الغاليين، كان موضوع ان شاء الله يعجبكم. يعني شاركت معكم موضوع ان شاء الله يعجبكم، يعني منتشر جدا يعني في وقتنا هذا. كما راكم تشوفوا الكلام، الناس اللي ما تديرش حساب لكلامها، الصبر كما قلنا، لازم الانسان دائما يصبر على كلمات، يعني مهما وش يكون راح تلقايها في أي مكان، سواء والأكثر راح هذه الكلمات اللي تصعب تتحمليها، يعني ساعات ما تقدريش حتى تفوتيها. الأكثرين يلقوها في الأقارب يعني. وكما تشوفوا أعزائي، هذا الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم.
ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله استفدتوا من بعض النصائح. كما راكم تشوفوا راح نولي دائما كما تعرفوا عالم سمية راح نشارك معكم طبخ روتين، وكذلك بعض النصائح إيجابية تحفيزية. بإذن الله المرة الجاية راح نحكيو على طريقة كيفاه نعزز الشخصية وزيادة الثقة بالنفس. هذا الموضوع راح يكون بإذن الله المرة الجاية. ان شاء الله يعجبكم الموضوع. من فضلكم لا تنسونا في الاشتراك وتفعيل زر الجرس، تخلونا جيم وتعليق، وانتظرونا دائما في الجديد مع عالم سمية. تهلاو لي بزاف في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.